وصفة النهاردة مفيش أسهل ولا ألذ منها. هنعمل مع بعض الجاتوه الشاتوه الفنجان في 10 دقايق بالظبط ويكون جاهز معانا ويطلع معاكي بالجمال وبالحلاوة دي. مش بس كده، كل ده من غير بقى لا فرن ولا ميكروويف، وهنعمل كل ده في الخلاط. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وعم نشوف عملناه النهارده ازاي. بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. اول حاجه هنجهزها مع بعض، نجيب كده شفشق الخلاط وننزل بكوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، معايا نص كوبايه من الكاكاو الخام، اي نوع كاكاو خام يكون خام اسباني مفيش فيه اي سكر، ومعايا هنا كوبايه كده من الزيت، واهم حاجه برده الزيت بتاعنا يكون نوع نضيف عشان برده هنحتاج من الخليط ده هناخد منه الصوص فما يكونش فيه ريحه اي زفاره. هابدأ أضرب كويس جدًا لغاية ما الخليط بتاعنا ده قوامه يتقل، وكل شوية باوقّف كده الخلاط بتاعي وأبدأ أنزّل الجوانب بالشكل ده، وبعد كده أرجع أضرب تاني لغاية ما يدّينا قوام تقيل ويبقى معانا بالشكل ده. هاخد في المرحلة دي كوباية كده من الصوص ده، عايزة أقول لِك طعم الصوص ده بيبقى خطير. معانا هنا كوباية هنركنها على جنب. هانزل بقى هنا على باقي الخليط ب2 بيضة، طبعًا هننزل بالفانيليا طالما حطينا بيض، وهابدأ أضربهم كويس جدًا، وبكده نكون جهزنا السوائل معانا. معانا هنا البولة بتاعتي وأبدأ أنزل بالخليط السوايل. في الوقت ده معانا هنا كوباية كده من الدقيق هابدأ أنخلها، ومعايا معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر أو الكيك شيف ورشة الملح، وبكده تكون مقادير الكيكة بتاعتنا خلاص خلصانة معانا. مقاديرها ما فيش أسهل ولا أبسط منها. عايزة أقول لِك في 10 دقايق هتكوني مجهزاه. هابدأ بقى كده أخلط الدقيق معانا كويس جدًا لغاية ما يختفي، ولو لقيتِ خليط الكيكة بتاعتِك يكون تقيل تقدري تزوديه معلقتين حليب ما فيش أي مشكلة. لأن كل نوع دقيق يختلف عن التاني. في الوقت ده هاجهز بقى الفنجان بتاعي، تقدري على فكرة تحطيها في فناجين، أنا النهارده هاحطها في الفناجين، تقدري أي كوبايات عندِك إزاز، عايزة عندِك طواجن فخار ما فيش أي مشكلة، عايزة تحطيها في صينية وتدخليها الفرن برضه ما فيش أي مشكلة، بس أنا بصراحة النهارده أنا هاعملها النهارده على البوتاجاز. هابدأ أجيب الفناجين بتاعتي وأصُب كده الكيكة بتاعتي حوالي 3/4 الفنجان، عشان أدّي مساحة للكيكة لمّا تيجي ترتفع كده معانا يبقى في مساحة هاجيب بقى أي صينية يكون ليها غطا، وأبدأ أرص الفناجين بتاعتي، بس قبل ما أرفعها على النار هازوّد كده مَيّة سخنة في الصينية بتاعتي، يا دوبك كده تكون عند ربع الفنجان، تبقى معانا بالشكل ده. في الوقت ده هابدأ بقى أرفعهم على النار، أهم حاجة نغطيه كويس جدًا بفوطة كده والغطا تبقى محكمة، وبعد كده هاحطها على نار متوسطة، وهتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. ما شاء الله الكيكة هشة جدًا ومرتفعة، ريحتها خطيرة. باعمل لها اختبار طبعًا بالخلة بتاعتي، أول ما بتطلع نضيفة تبقى خلاص كده استوت معانا تمامًا. تبقى معانا بالشكل ده. هارفعها بقى كده من الصينية بتاعتي بعد ما بتهدى كده من الحرارة بتاعتها، باجيب بقى الخلة بتاعتي بابدأ أعمل بقى فتحات بالشكل ده، ومعايا معلقتين كده من الحليب، بابدأ أسقي الكيكة بتاعتي تدّي لها طراوة حلوة جدًا، وتبقى الكيكة كده غنية معانا. بعد ما هاسقي الكيكة طبعًا إحنا كنا سايبين كوباية كده من الصوص، الصوص ده طبعًا بيكون تقل معانا. أنا بعد ما الصوص بتاعنا بالاقيه تقل، باجيب معلقتين برضه من الحليب وباخفف الصوص بتاعنا لغاية ما يبقى برضه القوام بتاعه كده إيه، لا تقيل أوي ولا خفيف أوي، ويبقى معانا بالشكل ده. هابدأ أصُبّه بقى على الكيكة بتاعتنا بعد ما شربت الحليب. عايزة أقول لِك يا جماعة طعم الصوص أصلًا مع الكيكة بجد كانت خطيرة. الكيكة دي لو جربتيها هتبقى إدمان عندِك، مش هتبطّلي تعمليها من كتر ما هي حلوة. وفي 10 دقايق هتكوني مجهزاه، لا استخدمنا بقى الفرن ولا استخدمنا الميكروويف، وعلى البوتاجاز على طول هتشغّليه كده ويطلع معاكِ بالجمال وبالحلاوة دي. أنا في الآخر كده بعد ما صبّيت الصوص حطيت كده شوية كده من النوتيلا اللي هي بديل النوتيلا، وبعد كده عملت كده بالsticks بتاعنا ادّتنا بس شكل مش أكتر. عايز تستغنى عن الخطوة دي برضه ما فيش أي مشكلة، دي خطوة اختياري، هي أصلًا مش محتاجة أي حاجة كفاية الصوص بس اللي عليها. عايزة أقول لكم بجد طعمها كان خطير. تعالوا بقى نشوفها من جوّه وشكلها أصلًا بيتكلم عن نفسه. بجد من أحلى وألذ الكيكات اللي ممكن تجربوها هي كيكة الفنجان وبتاعة النهارده. المقادير هاسيبها لكم برضه في أول تعليق لإنها بجد تستاهل التجربة. الكيكة هشة وخفيفة مع الصوص الخطير بتاعها بجد في حتة تانية. يا رب الوصفة تكون سهلة جدًا وبسيطة، أتمنى تجربوها. أنا متأكدة إن أنتم لو جربتوا وصفة النهارده مش هتبطلوا تعملوها ولا هتبطلوا تاكلوا فيها. أشوفكم على خير في وصفات تانية جاية جديدة، بس يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك وشير. مع السلامة.